خلينا بنتابع مع حضراتكم في قلب الحدث وبنصل إلى فقرتنا وضيوفنا النهاردة اللي مشرفينا هنتكلم فيها عن البطولة الصيفية لمنطقة الغوص والإنقاذ. وطبعا البطولات متعددة، وأيضا التقدم في منطقة الغوص والإنقاذ بأبطال في يعني بطولات متعددة. ده اللي هنعرفه أكثر من ضيوفنا النهاردة اللي مشرفينا. كابتن إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للسباحة الغوص والإنقاذ، برحب بيكم أهلا وسهلا بيك. ومعانا طبعا البطلة واللاعبة جانا فتحي لاعبة منتخب مصر لسباحة الغوص والإنقاذ، برحب بيكي وأهلا وسهلا بيكي. ومعانا فريدة فرج صاحبة الرقم القياسي وأفضل رقم ببورسعيد في سباحة الغوص والإنقاذ، أهلا وسهلا بيكي. برحب بيكم معانا النهاردة، وعايزين نبدأ نتكلم مع حضراتكم عن حضرتك يعني ادينا تفاصيل كده عن منطقة بورسعيد لسباحة الغوص والإنقاذ، اللي بتقدمه المنطقة لأبطالنا وهذه اللعبة. طبعا في الاول بشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه دي ونورتونا، وبوجه الشكر لصاحب الانجازات الحقيقي كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد. يعني من ساعه ما احنا تولينا المنطقه تقريبا في 2017 اواخر 16 2017 بنتكلم في خمس ست سنين، واحنا في كل يوم الحمد لله في تطور. طبعا عايز اوضح بس الفرق بين السباحه بالزعانف والسباحه العاديه. احنا الرياضه بتاعتنا بتنقسم لشقين، السباحه في مصر يعني السباحه بالزعانف ورياضه الانقاذ. رياضه الانقاذ دي مش موضوع حلقتنا النهارده. السباحه بالزعانف احنا السباحين اللي قدام حضرتك بيعوموا بالزعانف، يا اما زعانف مزدوجه بتلبس في الرجلين، يا اما زعنفه واحده احاديه اسمها زعنفه المونو. وطبعا بنلعب مسابقات في حمام السباحه ومسابقات في البحر المفتوح بنفس الادوات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. عندي في بورسعيد في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في طفره غير مسبوقه، سواء في اعداد السباحين، في اعداد الانديه، في مستوى السباحين. عندي يعني في اخر سنتين ثلاثه والاول مره تقريبا من منذ سنوات طويله انضم لمنتخب مصر حوالي 6 أو 7 سباحين، سواء في سباحه الزعانف او في رياضه الانقاذ. منهم بطلتنا جانا اللي معانا النهارده. عندنا ناس حققت في بطولة العالم الأخيرة، أبطال من بورسعيد، محمد هاني جاب ميدالية ذهب، محمود البليسي جاب ميدالية فضة. عندنا البطلة جميلة علي صابر، دي طبعا أيقونة بورسعيد لأن هي غالبا تقريبا يعني أول واحدة في الجيل الحالي انضمت للمنتخب وسافرت كذا سفرية، وتقريبا كل سفرياتها فيها إنجازات. وهي حاليا في معسكر، حاليا في معسكر منتخب موجودة في الاسكندرية في معسكر منتخب مصر، لأنها عندها بطولة بحر متوسط آخر الشهر، وعندها بطولة مياه مفتوحة في صربيا، يعني بحر متوسط في اليونان ومياه مفتوحة في صربيا بنت بورسعيد برضو. ولسه راجع من عندي من المنطقة بورسعيد 6 سباحين شاركوا في بطولة العالم اللي أنا لسه قلت لحضرتك عليها، منهم جانا كانت مقامة في مصر في استاد القاهرة في شهر يونيو اللي فات. وعندي بقى الجيل اللي طالع اللي بيحاول يعني كله طبعا في اعمار مختلفه يعني يعني اللي بيحاول ياخد حافز من الجيل اللي قبله. فالموضوع في بورسعيد دلوقتي بقى يعني اهتمام باللعبه بشكل احنا بنقول في بورسعيد دلوقتي كل الناس بتلعب سباحه بالزعانف، يعني ده المثل الدارج اللي احنا بنقوله، كل بورسعيد بتعوم زعانف دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله هايل. طيب خلينا نروح لجانا فتحي لاعبة منتخب مصر لسباحة الغوص والإنقاذ. وجانا بقى كلمينا عن مشاركتك وازاي حبيتي اللعبة وازاي دخلتي بطولات وايه البطولات اللي انت شاركتي فيها. انا شايفة ما شاء الله عدد من الميداليات يعني. الحمد لله انا شاركت من زمان قوي للجمهوري وكده. بعدين كان في جمهورية في شهر 3 دي اللي كانوا يختاروا فيها المنتخب وكده. كنت نازله بإصابة وتأهلت احتياطي لحد ما دخلت المنتخب واختاروني في الاختبارات اللي هم كانوا هيصفوا منها بقى الأساسي. دخلت أساسي ونزلت بطولة المنتخب. الأول عايزة أرجع معاكي الأول قبل البطولات، عايزة أرجع حبيتي اللعبة ازاي؟ كان مثلا في الصيف شاركتي مثلا في أندية، يعني كنت بتعملي ايه عشان حبيتي اللعبة؟ هو أنا كنت بلعبها عادي ترفيه عادي، وبعدين لقيت نفسي بعلق اولا في القصيره وبعدين في الزعانف وبعدين كاس احسن سباحه في الزعانف. فبدات اللي هو بقيت ابان في الزعانف اكتر، اللي هو حبيتها بقى في الزعانف، اللي هو خلاص عايزه زعانف بس. قررتي بقى ان انت تنضمي بقى وتخشي كلعبه اساسيه في حياتك، ان انت تخشي بقى بطولات مش هوايه بس فقط ان انت بتعرفي تعومي يعني.
دخلتي بقى ايه البطولات بقى؟ كلميني عن كل ميداليه واشتركتي في ايه وحققتي انجازات ايه. اول ميداليه جمهوري كانت 2019. دي اول بطوله ليكي؟ اول بطوله جمهوري مم. بعدين اخدت في 2020 كاس احسن سباحه مرتين. داخل مصر؟ ده داخل مصر، تمام. 21 كان في دروبات واصابات ما ربنا ما كرمنيش. 22 علقت طلعت ميداليه واحده. كان داخل مصر برضه؟ كان في فتره كده واللي هو بدات بقع فيها. وبعدين في 22 رجعت تاني، رجعت اللي هو احسن بقى. واختاروني في الاختبارات رغم الاصابات وكده يعني، بس عديت بكل دوت. وبدل احتياطي شديت حيلي وبدل دخلت اساسي. ونزلت بطولة العالم في الانديه، وطبعا كان المعسكر شغال مع كابتن سامح، وكان شهر كان موفر لنا كل حاجه طبعا. ما كانش مقصر معانا في حاجه خالص يعني. ده رئيس الاتحاد المصري لسباحه الغوص والانقاذ وفر لكم يعني؟ كان موفر لنا كل حاجه. والبطوله كانت طبعا يعني كانت في تقدم جامد يعني. طيب انا عايزه برضو الميداليات تقولي لي دي حصلت عليها فين وفين؟ نشوفها معاكي برضو الميداليات. والكؤوس دي تبعك؟ كاس احسن سباحه بتاع السنه دي. ده اول واحد؟ بس هو بتاع المنطقه بس. بتاعت منطقه بورسعيد. ده كاس اللي حصلتي عليه. ده سنة كام؟ دي اخر بطوله. دي اخر بطوله اللي هي 22. 23 اخر بطوله اللي هي من اسبوعين. 23 من اسبوعين. ما شاء الله. ده اللي قدامنا. طب كمان هايل، اتفضلي كملي. هو بعد بطوله العالم يعني حصل ضربات اللي انا ضغط وكده اللي انا اتوقف وما انزلش بطوله المنطقه. يعني مشاكل الكابتن حمص هيشرحها. فضغط وبتاع وانا ما ركزتش طبعا. نزلت جبت يعني ارقام كويسه وكسرت كل ارقامي. طلعت ب8 ذهب 2 فضه و1 برونز. ما شاء الله. دي البطوله دي اللي هي من اسبوع. اللي من اسبوع دي. وكان نازله باسم المنطقه. دي كانت فين؟ دي بطوله منطقه بورسعيد اللي احنا خدنا منها التقرير. هي جانا كان عندها دروب قبل البطوله دي. يعني هحكي بعض. وكان عندها مشكله في النادي بتاعها. والمفروض ان هي ما كانتش هتنزل البطوله. طبعا لعبه منتخب يعني لازم الاتحاد بيحل اي مشكله لاي لاعب او اي لاعب. فالاتحاد صمم طبعا انها تنزل البطوله رغم انها كانت محبطه نفسيا احباط غير عادي. صمم كابتن سامح والاتحاد انها تنزل البطوله باسم المنطقه. يعني من غير مسمى نادي. احنا قدامنا اهي البطوله مش كده؟ من غير مسمى نادي ونزلت باسم المنطقه فعلا. وحققت كسرت كل التوقعات يعني. بس دول ولاد، دول الشباب اللي نازلين دول. دي البطوله اللي كانت من 14/8 ل 18/8 في بورسعيد. دي اللي جانا اخذت فيها كاس احسن سباح. بس دول سباحين ولاد يعني بالزعانف. دي سباقات الولاد. دي الزعنفه المونو الاحاديه اللي انا الواحده. الاحاديه. فجانا كان عندها ضربات نفسيه. فالحمد لله بقى يعني كسرت كل التوقعات لما نزلت وجابت 7-8 ميداليات زي ما قالت لحضرتك. واحنا معتقدين انها ان شاء الله هتكون في التصفيات الجايه لان سنها برضو مؤهل للمنتخب. هتكون في التصفيات الجايه عندها بطوله في شرم الشيخ يوم 27/10 باذن الله. برضو الاتحاد متبنيها ومنطقه بورسعيد متبنياها، متبنين اي لاعب يعني. وان شاء الله هتشارك باسم الاتحاد ونامل انها تنضم للمنتخب تاني الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. لان طبعا ارقامها مبشره بكده يعني. طب جانا كلمينا برضو عن الميداليات دي كلها اللي حصلتي عليها في البطوله اللي من اسبوع دي. مش كده ايه بقى يعني؟ ده مسافات ولا ايه؟ سباقات. كان ذهب 50 مونو. ده ايه؟ الذهب كانت 50 مونو. طب ممكن نرفعها عشان نشوفها معاكي ونشرحها كده ومعانا الاستاذه كريستين بالكاميرا. 50 مونو اول ميداليه. دي المونو اللي هي اللي بزعنفها الواحده. تمام. دي حصلتي على ايه؟ ذهب؟ عن ذهب واحسن يعني رقم في مصر لحد دلوقتي. 50 متر. تمام. دي اول واحده. تمام. وال100 مونو. 100 مونو 100 مسافه. برضه زعنفه واحده. وال200 مونو برضه. 200 مونو برضه زعنفه واحده. المسافه 200 يعني مسافه. 200 متر. ال400 متر مونو. ال800 متر مونو. 800 متر ما شاء الله. حلوه. 1500 متر مونو. حلوه. ال100 مزدوجه. وال200 مزدوجه. وال50 مزدوجه الفضه. والزوجه اللي هي ب2 زعنفه. زعنفتين. والفضه الثانيه كانت 50 اندر. والبرونز كانت 50 مزدوجه. 400 مزدوجه اللي فضه. ما شاء الله. كلهم في البطوله اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه دي اللي كانت في بورسعيد. الف مبروك. الف مبروك. طيب خلونا نتوقف ناخد فاصل تقرير من البطوله
نرجع تاني مع حضراتكم، وشكرا للزميلة مريهان عبدو لمتابعة هذا التقرير وإعداد هذه الفقرة من برنامج في قلب الحدث. خلونا بنتابع معاكم طبعا ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة، ونتكلم مع فريدة فرج صاحبة الرقم القياسي أفضل رقم ببورسعيد في سباحة الغوص والإنقاذ. برحب بيكي وأهلا وسهلا بيكي. فريدة، قولي لي بقى البطولات اللي اشتركتي فيها. شاركت في بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف وحققت برونزية في 50 متر من الزاوية. ما شاء الله. ايه تاني؟ وفي بطولة منطقة بورسعيد حاجة من هنا تبعك؟ ايه؟ الكاس اللي في النص؟ وده. الاثنين دول اللي في النص واللي جنبه. تمام. ايه تاني؟ بطولة منطقة بورسعيد الصوفية حققت ذهبية 50 و100 و200 متر ذهبية وكاس احسن سباحة ورقم قياسي جديد في 100 من الزوجة. البطولة الأخيرة دي انت اشتركتي فيها؟ ايه حققتي؟ اللي انت قلتي اللي هم الميداليات اللي قدامنا دول. طيب انت بقى يعني كفتاة يعني شايفة ان انت واجهتي صعوبات في هذه اللعبة اللي انت حبيتيها، لعبة السباحة؟ ايه؟ واجهت حاجات كتير. ازاي؟ ايه كان صعب بالنسبة لك يعني؟ وليه اخترتي السباحة ما اخترتيش اي لعبة تانية؟ حبيتها من صغري وانا بلعبها، فبدأت اخش بطولات ولعبت وحققت ميداليات. يعني انت حد دربك في السباحة فحولتيها من هواية للعبتك بقى المفضلة، ومن خلالها تاخدي بقى تشاركي في البطولات. ايه البطولات اللي بتحلمي بيها يعني اللي انت عايزة تحققي فيها انجاز؟ اهداف بطولة عالم ان شاء الله. بطولة عالم؟ العالم ان شاء الله باذن الله تحققي. طب ممكن نمسك كده الميداليات وتشرحي لنا المسافات قد ايه اللي انت شاركتي فيها في بطولة المنطقة وايه النتائج اللي حققتيها؟ يعني نقولها بس بالميداليات. ممكن واحدة واحدة براحتك يعني تشرحيها تيجي واحدة واحدة. دي 50 متر مزدوجة، ودي 100 متر و200 متر وتتابع مختارات مرحلة 13 سنة. تمام. دول كلهم ايه؟ ذهبية. ذهبية. تمام. اللي بعده؟ ما شاء الله. دي برونزية في بطولة كاس مصر مع في 50 متر مزدوجة. تمام. دي منطقة القناة السباحة. هي بتلعب سباحة عادية وبتلعب سباحة بالزعانف، فهتلعب اللعبتين. نوعين نوعين من السباحة. تمام. 50 متر حرة و100 متر و200 متر و400 متر. تمام. طيب انا عايزه اسالك ايه يعني اللي خدتيه او الخبره اللي انت استفدتيها بالمشاركه في هذه البطولات؟ يعني اكيد كل بطوله بتكتسبي حاجه خبره. ايه تكسب يعني ايه اللي بتكسبيه؟ بتحسي ان انت بتستفيدي اكتر، بتديكي مسافات اكتر، بتحققي حاجات اكتر؟ يعني بتتطور طبعا. بتتطور من بطوله للتانيه طبعا. مش كده؟ طبعا. وبرده جنى يعني تستفيدي ايه من المشاركه في هذه البطولات برغم ان انت كنت توقفتي برضو فتره، لكن حاسه ان انت اما بتشاركي في البطوله بتستفيدي وبتحققي انجاز؟ بستفيد وبتعلم من الاخطاء اللي كنت عاملاها في السباق اللي قبليه وكده يعني. فكل سباق يبقى ليه استفاده تانية طبعا. ما فكرتوش تلعبوا لعبه تانية تبعدوا عن السباحه، تقولوا السباحه فيها صعوبات متعبه؟ لا، لان هو لو ما كانش فيها صعوبات ما كناش وصلنا لكده. فهو لازم نوصل لكده عشان عدينا بالصعوبات دي. طيب الصعوبات في البطولات اللي بتبقى في حمام سباحة ولا بتبقى في بحر مفتوح زي ما بيقول الكابتن؟ اي اصعب؟ شاركتوا في الاثنين مش كده؟ بيشاركوا في الاثنين. كل حاجة ليها الصعوبات بتاعتها طبعا. بس هي رياضة السباحة عامة رياضة عايزة صبر وعايزة إرادة وقوة تحمل، لأن أنا النهارده ببقى رايح مصنف رقم 1 ولو في خطأ بسيط حصل، خطأ بسيط ممكن يوصل ان انا ما نمتش كويس. ايوه عايزه تدريب برضه. ده غير التدريب بقى تلاقيني اخسر السباق بتاعي او الميداليه بتاعتي. فانا بنتكلم في كله اجزاء من الثانيه، يعني انا عندي من الاول للعاشر بيخشوا في نفس الثانيه، في نفس الثانيه. فالموضوع طبعا محتاج تركيز واراده على اعلى مستوى وعدم اليأس طبعا. يعني جانا مرت بحاجات حد غيرها كان ساب الرياضه وكان بطل سباحه،
فريده طبعا برضو يعني كل سباح بيمر الدراسه والحاجات دي اكيد مؤثره الدراسه، برضه وان في هو فصل وان الشتاء هو غير بيجي عليه فصل فتره الصيف. بيجي عليه فتره ان هو مش فورمه، مش فايق، مش قادر يتدرب فبي تتدرب. لو يئس في يعني الفتره بتهيألي دي. محتاجه تدريب، يعني ما يمرش اسبوع الا لما يكون في لا ده تدريب. تدريبهم كل يوم، كل يوم في ناس كمان. بتتمرن مرتين في اليوم، ميه في الشتاء وفتنس بتدربوا كل يوم يوميا. مم. اللي بوصل لمرحله البطوله او ده دي اكبر صعوبات يا بدر. طبعا ده يوميا ليه تدريبه يوميا، ميه وفتنس لازم يحضرها، ولو ما حضرهاش يعني بيبقى عنده مشكله. اليوم الواحد بيفرق معاه، بتفرق في مع أفكاره. الدراسه بقى. انت شوفي حضرتك مع اللياقة. الدراسه، مع الامتحانات، مع كل دي في صعوبات، مرحله كل دي مهمه، صعوبات بتواجههم كبنات يعني. صعوبات كبيره. والشتاء بتهيألي بيبقى صعب قوي التدريب في الشتاء، يعني مش كده؟ ده هم بيتدربوا في الشتاء اكتر من الصيف. طب ما قلتوليش البطولات اللي في حمام السباحه ولا اللي في البحر المفتوح اي اصعب بالنسبه لكم؟ هو بيبقى كل واحد حسب تخصصه. في ناس بتحب الطويله وفي ناس بتحب البسين، السباحه عادي. انت ايه بقى؟ بتحبي ايه؟ انا قصيره. الايه البسين؟ البسين. قصيرة برضه. القصيرة عشان محكم، مش كده؟ المفتوح بتاعي بيبقى صعب شوية. هم بيشاركوا هنا وهنا، بس هم بيفضلوا السباحة القصيرة. كل واحد اكيد فيه ليه حاجة، بس بيتغلبوا على الصعوبات. هم تميزوا في السباحة في حمام السباحة والسباحة القصيرة، وارقامهم مؤهلاهم يعني ما شاء الله. جنى احسن ارقام في بورسعيد، وعندها احسن ارقام في مصر في سباقات، وفريده احسن ارقام في مصر في مرحلتها، فما شاء الله يعني هم مستقبل بورسعيد في الرياضه يعني. كابتن اسلام كلمني عن البطولات بقى اللي بتنظمها منطقه بورسعيد للغوص والانقاذ في الفتره القادمه. ايه ان شاء الله البطولات القادمه؟ احنا ماشيين بخطه، يعني ماشيين بخطه الاتحاد. احنا بنعمل في السنه الواحده بطولتين كبار بالشكل اللي حضرتك شفتيه ده. يعني دي من الاثنين الكبار. دي واحده من الاثنين الكبار، واحده في الصيف، واحده في الصيف في شهر 8، وواحده في الشتاء في اجازه نص السنه في شهر 2. دول البطولتين الكبار اللي هم بيشارك فيهم حوالي 1600 سباح، كلهم من بورسعيد من جميع الانديه. لا من كمان المناطق اللي حوالينا، المنصوره، محله، محافظات كل يعني دول المحافظات الاخرى. متغمر. قد ايه كم محافظه بتشارك في البطوله دي؟ تقريبا 6-7 محافظات مضمومين علينا. دمياط، منصوره، محله، المحيطه، المحافظات المحيطه يعني. الاماكن اللي جنبنا. وبنعمل بطولتين براعم غير دول بقى. يعني احنا بنعمل واحده 2 كبار، واحده في اغسطس وواحده في فبراير، الاثنين واحده في اجازه نص سنه وواحده في الاجازه الصيفيه. تمام. وبنعمل 2 براعم للمراحل الصغيره، دول بيبقوا زي مهرجانات تعليميه ل6 7 سنين 8 سنين، بنعلمهم يعني ايه سباحه بالزعانف ويعني ايه. بنعمل واحده في الصيف والكل من الجنسين للبنات والولاد، البطولات الكبيره دي والصغيره. برضو بنعمل بطولتين، واحده في الصيف وواحده في الشتاء. وبنعمل السنه اللي فاتت اول مره عملنا مياه مفتوحه طويله اللي هي بتاعه البحر. كنا واقفين فيها في بورسعيد بقالنا 10 سنين، وهنعمل السنه دي واحده، عندنا واحده في اخر سبتمبر. دي بتتعمل في الكنال في قناه السويس. الشيء اللي هو بطولات الانقاذ اللي هي للمنقذين او تمثيل للسبق للمنقذ بيعمل ايه. دي برضو بتبقى في حمامات السباحه وعلى البحر. يعني حوالي بنعمل احنا من 7 ل8 بطولات في السنه. طيب في مديريات بتشارك معاكم في التنظيم ده كمنطقه مثلا زي الشباب والرياضه؟ في حد لا، هو التنظيم كله بيبقى الاتحاد. بيبقى الاتحاد واحنا فرع من فروع الاتحاد. انما طبعا المديريه بتدعمنا والمحافظه بتدعمنا اللي بيشاركوا معاكم في الدعم. بالشكر يعني برضو للمدينه الرياضيه الصرح العالمي اللي معمول في بورسعيد، ده احنا بنعمل فيه كل بطولاتنا ما شاء الله. يعني استقبال الضيوف المدينه الرياضيه. فالاتحاد هو القائم بالتنظيم والمعسكرات والاعداد لكل البطولات يعني. طيب ايه يعني ازاي بيتم تأهيل المدرب نفسه بقى، مدرب السباحه؟ بصي احنا المدربين عندنا نوعين، يا اما سباح سابق زي الابطال اللي قدامك دول، سباح سابق وبيدرب بعد ما بطل في فتره معينه وبدا ياخد دورات، لازم ياخد يعني يذكر الموضوع بالدراسه. شهادات مثلا في ايه مثلا؟ بياخد عندنا في الاتحاد. عندكم موجود طبعا في الاتحاد ما ينفعش يؤهل مدرب الا لما ياخد دوره تدريبيه في التدريب. تمام. دورتين كمان، دوره حاجه اسمها الاساسيه وحاجه اسمها المتقدمه. او النوع الثاني بيبقى خريج تربيه رياضيه ودرس في الكليه قسم غوص وانقاذ مثلا، برضو بيجي ياخد عندنا الدوره التاهيليه بتاعتنا وبيصنف مدرب.
بس وبعد كده بتبقى خبره الملاعب بقى. بس طبعا يعني السباح اللي لاعب اللعبه ده طبعا بيبقى على مستوى عالي. لما يشتغل في مجال التدريب بيبقى على مستوى عالي، لان هو شاف كل حاجه واشتغل وسافر وراح معسكرات، فبيبقى مدرب متميز يعني. طب جانا وفريده قولوا لي، يعني انتوا كنتوا خايفين من البطوله دي لانها تعتبر من البطولات الكبيره اللي بيتم تنظيمها وفيها محافظات مشاركه، كنتوا خايفين منها قلقانين منها ولا كنتوا مستعدين استعداد كافي واتدربتوا تدريب كافي؟ هو انا كنت مستعديه تمرين كافي، بس كان في توتر في البطوله ديت غير كل بطوله بالنسبه لي. ليه؟ عشان كان قبليها المفروض انا متوقفه وضغط على على الفيزيكال. جانا احنا فوجئنا بعد بطوله العالم، رجعت من بطوله العالم وعملت نتائج كويسه يعني، دخلت فاينالات وكده. ففوجئنا بعد كده ان النادي بعت خطاب، النادي اللي هي مشاركه فيه مش هنذكر اسم النادي يعني، بعت خطاب بايقافها عشان هي بتتدرب خارج النادي. فطبعا الاتحاد يعني مش هيضحي بلاعيبه بطله وراجعه من منتخب، وكمان احنا كمنطقه هي بنت بورسعيد. فاحنا طبعا يعني مع تشاورات مع النادي، والنادي مع تشاورات مع الاتحاد وكده، الاتحاد خد قرار انها تلعب باسم المنطقه. واحنا لان احنا في النهايه احنا في مصلحه اللاعب ايا كان، احنا ضد اي قرار. يعني ايه بتتدرب بره برضه يعني هي لعبه السباحه بالزعرف لعبه فرديه. يعني كل لاعب بيبقى ليه مدرب يشوف نفسه يعني عايز يتدرب فين او شايف الاصلح له فين بالظبط. هي مش لعبه جماعيه يعني لازم تيجي على ارض فهو اللاعب بيبقى ليه مدربه الخاص او مدربه اللي شغال معاه او كده، فبيتدرب فيه معاه يعني. فالنادي اخذ موقف متعنت ضدها غريب بدون اي داعي، مش من غير اي يعني. فاحنا كاتحاد بدون مبرر يعني بدون مبرر فاحنا خدنا موقف طبعا، ومن حقنا كاتحاد طبعا مع بطله كمان وان احنا نقف جنبها. ولعبت ده يعتبر حافز اللي انتوا بتعملوه ده. هي كانت محطمه نفسيا وانتوا يعني رجعتوها كانت لا اصل كمان هو الاسلوب، الطريقه جت باسلوب غير لائق واتكتب على الفيسبوك والكلام ده. فاللاعيبه قبل البطوله لحد قبل البطوله باسبوع ما كانتش عارفه انها تلعب ولا لا. لحد ما كابتن سامح طبعا اتدخل مشكورا وجه بورسعيد وقال انا في ظهر اي لاعب وليه حديث مشهور يعني. قال لك انا في ظهر اي لاعب وطول ما احنا موجودين هيفضل يلعب وهيمثل مصر وجانا كانت قدها يعني. وطبعا هي فاجأتنا الحمد لله يعني. الوقفه دي يعني. طيب اختياركم بقى للكباتن بتوعكم بتبقوا مرتاحين نفسيا واثناء التدريب، ولا في كابتن بيبقى صعب معاكم ويزعق ويشد؟ قولوا لي كل صراحه. لا مرتاحين مرتاحين نفسيا. بتبقوا مرتاحين بس ساعات برضو يعني بتبقى في شد صح؟ ساعات يعني بيبقى حاسس ان في تراخي كده في التدريب فبيشدوا عليكم مش كده؟ طب كلموني انتوا ان شاء الله بتفكروا تكملوا في كابطال بتكملوا وتبقى هي دي خطتكم المستقبليه، ولا انتوا في الدراسه برضو بتخليكم تفكروا في حتت تانية؟ كل صراحه. لا هو مكملين يعني. يعني انا اصلا اللي خلاني اسيب بورسعيد، انا كنت دلوقتي بتمرن في اسماعيليه عشان بقى انت بتقولي الكابتن كنت بتمرن في بورسعيد. فانا دلوقتي بتمرن في اسماعيليه عشان فعلا ارتاح لكابتن. تتدربي هنا في اسماعيليه عشان الكابتن. بتيجي هنا وبتيجي من بورسعيد لهنا تتدربي؟ معقوله؟ فهو دي الضغوطات فعلا اللي جت في حياتي يعني، اللي هو كنت بسافر كل يوم. طب ده ارهاق عليكي وتعب ومجهود، بس انت مضحيه بده عشان حاسه ان تعلقها نفسيا بالمدرب بتاعها. مريحه نفسيا. هو الموضوع كله نفسي يعني. حتى اللي بيتعلق نفسيا بالمدرب بتاعه مهما المدرب بتاعه مثلا جه عليه شد عليه فتره بس حاسس ان ده في مصلحته. السباح بيبقى متقبل كل ده من يعني تيجي قد ايه هنا اسماعيليه؟ كل يوم. لا بتهزري والله. كل يوم تيجي من بورسعيد لهنا تتدربي؟ يعني الفتره الاخيره فعلا هي ما حصل الدروب ده كانت بتيجي تتمرن في اسماعيليه، وساعات الكابتن عبد الله المدرب بتاعها كان بيجي لها بورسعيد. يعني كانت الدنيا مش عشان كده بقول لك جانا واجهت صعوبات. وما زلتي مستمره في التدريب في اسماعيليه؟ هي واجهت صعوبات كتير قبل البطوله والحمد لله يعني تغلبت عليها. برافو عليك يعني. لا جانا كانت حديث بورسعيد الفتره اللي كانت حديث مصر في السباحه في الفتره اللي فاتت. قلبت الدنيا يا جانا. وانتي بقى قولي لي كلميني ان شاء الله هتكملي؟ انتي طبعا سنك صغير، هتكملي ولا بتفكري بقى يعني؟ لا كمل
لان دايما البنات تفكر تقول ايه، لا ما انا ان شاء الله اما اخلص مثلا ثانويه عامه اخش كليه كذا واكمل بقى في الكليه. وفي ناس تقول لك لا انا همشي على نفس الخط، اخش كليه تربيه رياضيه، يعني اكمل في السكه دي. انتوا ايه بتفكروا ازاي؟ بفكر اكمل في السباحه. في السباحه، يعني برضه هتبقى تفكيرك كله في الرياضه وتكملي فيها حتى مع دراستك، يعني بيبقى في دراسه كمان مش كده؟ ولا انتوا أيوة. هتغيروا فكره الدراسه في حته ثانيه؟ لا الدراسه هكمل؟ مستمره لا طبعا. الدراسه مستمره يعني. لا الفكره بتاعت ان انا ممكن اكمل دراستي في تربيه رياضيه، وفي ناس تقول لك لا انا دراستي انا عايزه ابقى مهندسه، عايزه ابقى دكتوره. بصي هو احنا بعيد عندنا عن الرياضه بقى، عندنا كده وكده يعني. عندنا لا ما هو ده فكر برضه. عندنا اللي مكمل في دراسه بره مستمر في الرياضه، دكاتره ومهندسين وكل حاجه، وعندنا اللي مستمر في حد بياخد الموضوع برمته زي ما انت بتقولي كده، انا عايز اخش في التدريب واكمل بقى ابقى بطل بعد كده، ابقى مدرب وابقى ف كده ان الرياضه حافز مهم ليهم ان هم يتفوقوا كمان في الدراسه. سواء في طيب خلينا ناخد تقرير اخر ونرجع تاني نكمل حديثنا معاكم، نشوف مع بعض. عودة مرة أخرى لضيوفنا اللي مشرفينا بعد هذا التقرير. هما بقى سؤالين، سؤال ليكم خاص بأولياء الأمور. هل أولياء الأمور بيساعدوكوا في الموضوع ده ومرحبين بأن تسافروا وتيجوا البطولات الكلام ده كله، بعيدا بقى عن الدراسة طبعا في فصل الشتاء؟ فقولوا لي. طبعا هم مساعديننا يعني، هم بيسافروا معايا وبيدعموني على طول. لا بلاش البطولة دي، خلينا نذاكر أحسن مذاكرة، نهتم بالدراسة أكتر. هم أكيد بيبقى همهم الدراسة، بس برضه يبقى إن هم مش قالوا لنا لا بلاش البطولة دي، ما قالوش قبل كده. يعني بيدعموكوا في اللعبة وبرضه إن أنتوا توازنوا مع الدراسة مش كده؟ بيشجعونا وبيسافروا معانا. اللعبة دي من اللعبات اللي هي أدواتها مكلفة. عايزه اعرف هل المنطقه بتوفر لكم ولا انتوا اللي بتجيبوا الادوات غاليه جدا فيها؟ يعني بصي هقول لحضرتك حاجه، نظارات بقى وزعانف والكاب والكلام ده كله. العبء كله في الرياضه دلوقتي الظروف اللي احنا فيها على اولياء الامور. انا بتوجه بالشكر مش لاولياء امورهم بس، لاولياء امور السباحين كلها في مصر. طبعا لانه مكلف، انا شايفه لابسين حاجات غاليه برضه، ماركات، تمرين، سفر، كل ده بيبقى على عاتق اولياء الامور. بعدين يعني مش دايما الحاجات مستهلكه بسرعه، مع بقى اللعيب اللي بيخش منتخب ده الاتحاد اللي بيتبناه بعد كده، يعني زي جانا لما بينضم المنتخب. لكن قبل كده طالما مش في المنتخب ما بيبقاش فيه صرف ليه الادوات دي. لا كل ده بيبقى على عاتق اولياء الامور، فعشان كده احنا بنتوجه لهم بشكر كبير اللي مخلي ابنه او بنته يكمل في الرياضه. طيب هل في شروط ومواصفات معينه لانضمام اللاعب للمنتخب؟ طبعا احنا لعبه رقميه في الاول وفي الاخر، لازم يكون احسن رقم. يعني احنا بناخد البطوله مثلا بنلعب زي ما قالوا لك كده 50 مزدوجه او 100 مزدوجه، احسن رقم هو اللي بيتاخد للمنتخب، لازم يحقق احسن رقم. طبعا احسن رقم. في سن معين عندنا المنتخب الجونيور بيبقى تحت 17 سنه والسونيور فوق 17 سنه. يعني من اول مثلا الجونيور ده بنبدا نبص للعيبه من اول 14 15 سنه لحد 17، يعني المرحله دي. يعني جانا لو انضمت للمنتخب لازم تكون محققه الرقم اللي حضرتك قلت عليه. كانت في منتخب الجونيور وكانت محققه، كانت احسن رقم في مصر في السباقات اللي اتخذت فيها. وبنأمل فريده باذن الله بعد كده. طبعا فريده عندها رقم قياسي ما اتكسرش في بورسعيد، رقم قياسي بشكل عام من 2019. فطبعا عندها رقم قياسي في مرحلتها، مش في المراحل كلها. يعني مرحلة وعندها برضو رقم جميل جدا في ال50، احسن رقم تقريبا في مصر في مرحلتها. فالارقام دي هي اللي بتأهلهم بعد كده ان هم يتبص لهم مع اللعيبه بتوع المنتخب. ايه الحوافز اللي بتقدمها المنطقه للاعب اللي تشجعه عشان يقدر يحقق انجاز في البطولات؟ ايه؟ بصي المنطقه بتقدم كل السبل اللي تقدر تعملها. مش هضحك عليك واقول لك سبل ماليه، لان برضو المنطقه مش يعني مش غنيه بالدرجه، ما عندهاش امكانيات. بس كل السبل الثانيه بقى اللي تقدر توفرها من تدريبات، من معسكرات. انا بعمل في السنه مثلا 4 5 معسكرات مجانيه للاعيبه الانقاذ. بنحاول بقدر الامكان اللعيبه اللي دخلت منتخب دي بنحاول نعمل لهم مكافآت ماليه ان شاء الله، زي ما عملنا قبل كده للاعيبه جميله وللاعب احمد نبيل. والاتحاد طبعا يعني في ظهرنا، انا كفرع من فروع الاتحاد. الاتحاد بيدعمني وانا بدعم اللعيبه بقدر المستطاع. طيب جانا وفريده قولوا لي الادوات بتاعتكم انتوا اللي بتصرفوا وبتجيبوها ولا
تعملوا ايه؟ اكيد مكلفة برضو اللعبة بالنسبة لكم بالنسبة لاولياء اموركم، بس هم مرحبين بده. مش عايزين تقولوا هم تصرحوا بالموضوع ايه؟ ده. لا هم يعني هي مكلفة جدا، مش مكلفة بس. مم. مايوهات مايوهات غالية فعلا ومكلفة برضو. والزعانف، كل حاجة غالية يعني. ده غير طبعا نظام الأكل وليكوا اكل معين ودايت معين لازم. وحاجات قبل البطولة مش كده؟ طيب قولوا لي بتحلموا بايه بقى قبل ما نختم اللقاء؟ كل واحدة فيكم احلامها ايه او افكارها ايه القادمة؟ اكيد قاعدة بتخططي بقى تقولي هعمل كذا والبطولة الجاية كذا وحقق ان شاء الله البطولة الجاية بس على الرقم القياسي بتاع 50 مونو، وان شاء الله اللي هو اتأهل في المنتخب، وان شاء الله اعمل حاجة حلوة في بطولة العالم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وانا البطولة الجاية اكسر رقم قياسي في 50 درجة ان شاء الله باذن الله. بشكركم وشرفتونا ونورتونا النهارده. كابتن اسلام حمص رئيس منطقه بورسعيد لسباحه الغوص والانقاذ، شرفتنا ونورتنا. اتمنى لكم التوفيق وبحييك على البطوله الرائعه بتاعت شهر 8. زي ما قالوا كلهم من خلال اللقاءات بيقولوا ان انت حققت بالفعل انجاز كبير جدا ومجهود كبير في هذه البطوله. جنى فتحي لاعبه منتخب مصر لسباحه الغوص والانقاذ، ربنا معاكي، رايحه جايه كل يوم عشان التدريب بس ربنا معاكي. وفريده فرج صاحبه الرقم القياسي وافضل رقم في بورسعيد في سباحه الغوص والانقاذ، حافظي على الرقم. اشكركم جدا، شرفتونا ونورتونا. وبشكر طبعا الزميله مريان عبدو للمتابعه من خلال هذه التقارير ومن خلال اعدادها لهذه الفقره في برنامج في قلب الحدث. شكرا ليكي مريان عبدو، ودائما بنلقاكم من خلال برنامجكم في قلب الحدث. بشكركم والى اللقاء.